السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مروة وحلقة جديدة والدنيا أحلى مع مروة. النهاردة هتكلم معاكم عن صفة من الصفات صاحبها يتسم أو يتصف بأنه خطير ومدمر، وهي شخصية خطيرة ومدمرة، شخصية النرجسية سواء في الرجل أو السيدة. الصفة دي أو الشخصية دي مش في الرجال فقط ولكن في النساء أيضا، دايما تتصف بالكبر والتعالي، فهو مريض اجتماعي، هو عنده مرض أو عندها مرض سواء راجل أو ست. طبعا يا أصدقائي الشخصية دي عندها كبر وتعالي، والكبر والتعالي ده أكيد مرض سواء إذا كان راجل أو سيدة، لأن الصفة دي أو الشخصية ديت مش للرجال فقط ولكن أيضا في النساء نساء نرجسيات. فطبعا يا أصدقائي الإنسان النرجسي سواء رجل أو سيدة هو شخص مريض، وإنه لا يعلم إنه هو مريض، هو متكبر. هو طبعا مش هيقول إنه هو متكبر، عنده صفة التعالي والعجرفة والتنطيط. وطبعا يا أصدقائي الأشخاص النرجسية لا يملكون أصدقاء، ما عندهمش أصدقاء، وقال عليهم أفلاطون الحيوان الأكبر. طبعا الأشخاص النرجسية دي سواء رجال أو نساء هم ضرر في حياة أي حد في حياتنا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كده ما هدم مسجد ضرار، وذلك لأنه كان يضر بالمسلمين طبعا، وزيهم يعني زي المسجد ضرار اللي بيضر بالمسلمين، أيضا الأشخاص النرجسية اللي في حياتنا هم في حياتنا ضرر، ولازم أي حد في حياته شخص نرجسي يتخلص منه فورا. الشخص النرجسي دايما يريد إنه يرحل الإسلام من بيته، بيتعامل بكل حاجة فيها ما فيهاش معاملة إسلام، والدين طبعا المعاملة. قولولي مين في حياته شخص نرجسي يقدر يستحمله ويبقى مبسوط وسعيد؟ من صفات الشخص النرجسي ده إنه دايما حاسس بالتميز، وإنه دايما بيسرد أحداثه بالنجاح، وإنه شخص مهم جدا في حياة كل اللي حواليه، وعنده أوهام إنه هو شخص ناجح ومفيش حد زيه أبدا، ودايما يحب يشوف كل اهتمام وكل رعاية من كل اللي حواليه. وتلاقيه دايما لو قاعد في وسط دكاترة أو ناس علماء يحقر من رأيهم، ودايما شايف رأيه هو اللي على صواب، ودايما شايف إن هو الصح والناس اللي حواليه كلهم غلط، ودايما هتلاقيه بيجادل اللي قدامه. وطبعا يا أصدقائي هو شخص جاهل وبيجادل بالجهل والغلط. هو مشهور بالتسفل للأسفل، دايما متسفل للأسفل. وهتلاقي دايما عنده صفة الاستغلال من جميع الجوانب، سواء عاطفيا سواء ماديا سواء اجتماعيا، سواء كل حاجة ممكن تتخيلوها هتلاقوه مستغل فيها للأسف. وعنده من العجرفة والغطرسة لو هو وزعهم على العالم كله لأصبحوا أبالسة. عنده غطرسة وعجرفة لو توزع على العالم كله هيبقوا أبلسة، تخيلوا الوضع. ولو شافك ان انت مش مهتم بيه ومديله قدره واهتمام كافي ليه، طبعا سريع الغضب جدا، ما بيقدرش يتحكم في انفعالاته وغضبه، سريع الغضب جدا ولا تتوقع انفعال ولا تتوقع ردود أفعاله. دايما تلاقيه عنده شعور بعدم أمان ودايما عنده توتر. هو محور الكون كله، يعني هو الكعبة للكون كلها ومش العكس. طبعا مع زوجته هتلاقيه دايما يقلل من قدرها، ودايما يحسسها باللوم وإنها دايما مقصرة، ودايما يأذيها في مشاعرها ما يشبعهاش. وهتلاقيه مع زوجته دايما ينتقص من مشاعرها
وينتقدها على طول وينقص من قدرها. دايما تلاقيه يقلل من قيمتها، ودايما هتلاقيه بيتلاعب بمشاعرها على طول، وعمره ما هيديها كلمة كويسة، هيقول لها كلمة كويسة في حقها، يعني مش هيعترف بفضلها أبدا معاه. تلاقيه دايما بيلومها، ودايما محسسها إن هي مقصرة في كل شيء، سواء في البيت، في الأولاد، في نفسها، معاه. ملهاش حل، شخصية ملهاش حل. دايما تلاقيه بيحب ينشر شائعات بالغلط على الناس، دايما يحب ينشر شائعات غلط على الناس مش في محلها صح. وعنده قسوة، هتلاقي دايما عنده قسوة، ودايما ما يحلش مشاكله هو، لا، يحب دايما يحل مشاكل الغير، وبعدين أصلا محدش بيحبه من الأساس. هو شخص دايما ما بيتعلمش من أخطائه في الماضي، ما عندوش أصلا بينه وبين نفسه اعتراف إن هو في حاجة غلط، منكر إنكار تام. وهي دي صفات الشخصية النرجسية. يا رب احنا بنسأل ربنا دايما يا رب يحسن أخلاقنا زي ما حسنت خلقنا، ويا رب يخرجنا منها على خير كلنا يا رب، ويعطينا حسن الخلق. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. وندعي ربنا يا رب ينصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الله. ودي كانت حلقتنا عن الشخص النرجسي في الدنيا أحلى مع مروة. يا رب تكون نالت إعجابكم، وقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات، ولايك وشير ومتابعة. شكرا ليكم يا أصدقائي على حسن استماعكم ووقتكم الجميل اللي قضيتوه معايا، وحلقة جديدة إن شاء الله، والدنيا أحلى مع مروة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والدنيا أحلى مع مروة.